انطلقت المباراة في هذه الأثناء من جانب فريق شباب الوزداد. ويلا باتجاه بالخيثر الذي يعتمد عليه توزيعة، لكنها لا توزيعة. الخطورة تبقى قائمة، لك الحكم أيضا شوف التدخل والمخالفة موجودة. من هذه الكرة لكن يرتكب عليه الخطأ بعد هذا التدخل بهذه الطريقة. في هذه الكرة تمريرة ذكية ولا يوقف كورتو. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء. شوف توقيف الكرة، لا ارتكاب الخطأ على إيوالا، ارتكاب الخطأ على إيوالا من مدافع جمعية شلف كروم. شوف اللقطة من زاوية أخرى فعلا فهم يسدد ويسجل، يتأهب يتقدم الحارس في جهة والكرة في جهة. وبداية طبعا يتمناها أنصار فريق شباب الوزداد. كرة طويلة باتجاه سويبع، راسية شباب الوزداد. شوف الراسية المخادعة، كادت العارضة الأفقية تحل محل الحارس أليكسيس جندوز. محظوظ في هذه الكرة التي ارتقت العارضة الركنية، قائمة أول مرة من أمام الجميع. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ لا شيء على قرار الحكم بعدم منحهم ضربة جزاء واضحة في هذه اللقطة، بعدم منحهم ضربة جزاء. شوف الكرة واللمس واضح. تمريرة ذكية لكن ما فيش شباب أو جمعية شوف تمريرة ذكية ثم التوزيعة في منطقة متميزة، لكن بالنسبة لرفقاء سويبع وين هذه الكرة؟ هذا الثنائي شوف فعلا فيه خطأ. موهيتس وإدوين، وسطة أو توزيع من الساخ القائمة الثاني. صعود ديباري، محاولة في الحقيقة مراوغ ويدفع باللاعبين والفريق المنافس لارتكاب الخطأ. شوف هذه اللقطة هنا يحتاج على هذه بينه وبين عدادي بعد هذا الخطأ المرتكب. فعلا فيه مرتكب من جانب توفيق عدادي على إيوالا. نشاط كبير. شوف المراوغة الأولى وأيضا المضايقة في المرة الثانية. شوف تدخل ربما من بوراس غير مقصود باليد أو المرفق باليد. توقيف الكرة، توزيع القائمة الثانية، مرت من أمام الجميع. توزيعة دقيقة إلى القائمة الثاني وبالخيثري. القائمة الثانية رأسية، مصطلحات موجودة في كرة القدم. شوف هذه اللقطة، موهيتس في وضعية مناسبة جدا لكنه ما لم يكن يدرك الموقع الجيد اللي كان موجود فيه وكأنه متفاوت حتى في أرضية الميدان. الأخير دباري ومن يسدد يوزع، لكن إيوالا لما يراوغ ويتوغل داخل منطقة اللعب. الساخ يوصل على الكرة، يوقف كورتو، يوزع القائمة الثانية سويبع يرتقي لك. وتوبتي عبد المؤمن حكم رابع. شوف اللقطة المعاداة، الارتقاء به، شوف وقوفه أمام الكرة وأمام الحكم. وما توفيق عدادي من يتولى تنفيذ هذه الكرة. القائمة الثانية والرأسية جانبية، كورتو مرت جانبية. شوف الصعود لكن لم تكن المرمى ولا الإطار، بل كانت خارج الإطار تماما. جت كبيرة من نبيل الكوكي. الأمور هادئة عندك يا سفيان ويا وسيلة، لكن تمريرة خاطئة، تمريرة وتسديدة ثم العودة إلى الوراء لكدات. شعيب الخطأ الكبير، سويبع المتابعة، لكن جندوز أليكسيس في المكان المناسب صحح
الخط يمرر الى البديل منذ قليل مرسلي وتدخل الدفاع. القائد بوسعيد ماذا يفعل؟ يمرر وهدف التعادل. يمرر وهدف التعادل. شوف هذه الكرة، تمريرة، المتابعة جيدة وتوفيق عدادي بعد ما كانت من بوسعيد. سويبع، توفيق عدادي، هدف التعادل في هذه الدقيقة 67. مرة يتلقى البطاقة الصفراء. شوف فعلا فيه لمس الكرة باليد من ربما بوقرة بعيدة، كرته بعيدة تماما عن إطار مرمى الحارس. ويلا لكنها بعيدة. خروج ألوشي وصوف وسلمي وسيدخل مكانهما بالخير وعمار بورديمة. سريعة لكن التمريرة خاطئة والتغطية من كداد، لكن الخطورة تبقى قائمة. تسديدة لكنها جانبية، لكن تسديدته تسرع فيها ومرت. لكن إذا بقيت الأمور على حالها سوف تمتد إلى وقتين إضافيين. طويلة من كروم، كداد، عدادي، خروج أليكسيس قندوز على أن يتلاعب بالخيطر وارتكب عليه الخطأ. شوف مراوغة ممتازة، تماس داخل منطقة العمليات. توزيعة مرت من أمام الجميع، والمرة الثانية والهدف الثاني. عن طريق مرسلي الثاني. شوف هذه التوزيعة مرت من أمام الجميع، المرة الأولى ثم الثانية. بالقدم اليسرى لم يفلح وبالقدم اليمنى يسجل. بعد كرة من توفيق عدادي مسجل الهدف الأول وممرر حاسم. الكرة مرت من أمام الجميع، الأولى بالقدم اليسرى ثم بالقدم اليمنى يسجل الثاني.